ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله رب العالمين إليكم ومعكم، وأصلي وأسلم معكم على حامل لوائنا وإمام جمعنا وقائد ركبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لأصحاب السنن عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا. يبقى ميزة الحديث ده ان هو حدد المكان اللي قيل فيه الدعاء، يعني قبل التسليم. دعا فقال في دعائه. انا عايز الاذان تبقى حاضره كده والقلوب متفتحه. ده معناه الرسول عليه السلام بيتعهد اصحابه حتى في خلواتهم مع الله رب العالمين اذا كانوا قريبين منه، بيصلي وهيدعو وصوته مسموع مرفوع، فيقف لحد ما يشوفه هو بيقول ايه. ده حقيقة تربية المتابعة الدقيقة حتى يأتي التوجيه على وفق زاوية العمل. يقول: وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك. هناك بتاع ابن بريدة، ابن بريدة نعم، بيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد. هنا بتاع سيدنا أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. يبقى كل واحد بيسأل الله رب العالمين بالوصف والحال الذي يرى نفسه عليه فيه منتشيا مع الله رب العالمين. فهنا في حديث أنس كل منهم بيقول رجل ولم يسمى الرجل، لأن العبرة ليست في اسمه، العبرة في فعله. صار حديثا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق به، إنما نطق به وانفعل به نفس أشربت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. الجديد بقى المنان. المنان هذا لم يذكر أبدا في كتاب ولا في سنة، لكن عد بعد هذا الحديث بأنه من أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى كما قال صلى الله عليه وسلم: لله لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون لم يصلوا إلى أكثر من 50 منصوص عليها يعني. وبعدين بقى شوف حالتك بقى مع ربنا. لماذا 100 ادخرها مع غيرها؟ أنا من زمان كنت أقول لعدم استيعاب الضمائر لها، لأن في أسماء لم يطلع عليها نبي ولا ملك مقرب، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. اللهم آمين. يبقى في أسماء استأثر بها عنده، استأثر بها اليوم يقوم الناس لرب العالمين. فيها يقول صلى الله عليه وسلم لما يذهب بعد حديث الشفاعة، فيذهب فيسجد تحت العرش فيلهم بأسماء بحمد وثناء لم يكن قد نطق به من قبل.
فجل جلاله ربنا، وعايزين يشوفوا إيد يعني إيه، ويضع قدمه يعني إيه، واستوى حقيقتها إيه، إلى آخره. يلهم بأسماء وصيغ للذكر والحمد لم يكن ألهمها من قبل أو علمها من قبل. أنا كنت بقول إن هذا هو ما يطيقه الكيان البشري، إلى أن أكرمني الله بهذا المعنى في هذه السويعات، وأنا بجهز لكم الدرس أو اللقاء. قلت لأن ده هيكون من تحميل ما لا يطاق. إذا قال 99 وما عرفناش نحصي إلا 50، طب لو فتحها لنا و50 مين قام بحق هذه ال50؟ ضعاف. يبقى من رأفته بنا ورحمته لنا أنه ادخر ما بعد ذلك لوقت يقوم فيه الناس لرب العالمين، وتبدل الأوضاع غير الأوضاع بعد تبدل الأرض غير الأرض والسماء. ويبقى شغلنا إن شاء الله، إن شاء الله تعالوا قبلوني، ليس على الله بعزيز. شغلنا للتفكك، ما احنا مش قاعدين تنابلة ولا لا، ده أقل واحد فينا نصيبه من الجنة مثل 10 أمثال هذه الدنيا. هذه الدنيا فيها من هذه المجرات والكواكب والنجوم واللي يبقى لك 10 أمثال، يعني معناها خلق جديد. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يعني ما هماش متنابلة زي ما الروايات واللي لا، ده في شغل، بس شغلهم شغل ايه؟ مش شغل لتدبير المعيشة ولا شغل لأداء وظيفة، لا ده شغل تفكر. زي ما بنقول هنا كده في الدنيا، يعني ايه هوايتك؟ ايه؟ واحد هوايته صناعة الارابيسك، واحد هوايته الرسم، واحد هوايته التصوير. هواية يعني ايه؟ يعني بيجد نفسه فيها غير محتاج إليها. فأصحاب الجنة في شغل فاكهون هم وأزواجهم، وبيشتغلوا في ظلال على الأرائك متكئون. يبقى إذا ربنا جل جلاله ادخر عنده ما بعد ذلك، لأنه جل جلاله علم ما بنا من ضعف. إلى الآن لم نقم بحق ما عرفنا من قليل من كثير من